كاين تقريبا 600 ألف إصابة في التزحلق على الجليد كل عام في ميريكان و54 حالة وفاة في العام. أغلب هاد الحوادث كيكونوا بسبب الناس كتضرب في شي شجرة ولا كطيح من شي منحدر عالي. الغريب هو أن 54% من الوفيات طراو في الطريق ديال المبتدئين، وشي نسبة قليلة وقعت حتى في الطريق ديال الناس المحترفين. حتى مع ان بزاف ديال الناس ولات كتلبس الكاسك، هاد الشيء ما نقصش من عدد الناس اللي كتموت، حيت الكاسك كيحمي غير في سرعه قليله بحال 12 كيلومتر في الساعه، ولكن اللي كيطيحوا ولا كيضربوا في شي حاجه كيكونوا غاديين بسرعات كبار بحال 40 و65 كيلومتر في الساعه. سارة جونز 27 عام كانت خدامه في التصوير ديال واحد الفيلم سميتو ميد نايت رايدر، وكان جزء من المشهد اللي كيصوروا فيه كيبان فيه الممثل ناعس فوق الناموسيه ديال السبيطار وكيحلم، والناموسيه محطوطه فوق السكه ديال التران. ساره ماتت فوق السكه ديال التران وهي خدامه. الفريق كان كيجري باش يحيدوا الناموسيه من فوق السكه، ولكن التران جا بسرعه وضرب الناموسيه حتى رجعت وهي تضرب ساره وطيحتها تحت التران وماتت في البلاصه. المخرج ما سمعش الكلام اللي قالوا ليه وكمل التصوير داك المشهد، ومن بعد تحاكم وحكموا عليه بعامين ديال الحبس على القتل بالغلط. كاين واحد النشاط كيتسمى زوربينغ، كيكون فيه الواحد داخل واحد الكره كبيره من البلاستيك وكيبدا كيدور بها في الثلج ولا شي منحدر عالي، ولكن تخيل تكون محبوس وسط ديك الكره وتخرج من الطريق وتبدا كدوز من فوق الجبل وما تقدرش توقف. هذا الشيء اللي وقع لجوج ديال الدراري في روسيا في 2013. الكره خرجت من المسار ديالها وبدات كتضرب في الحجر، واحد فيهم تضرب ضربه خايبه في النخاع الشوكي ومات في السبيطار، والاخر تجرح جرحات خايبين بزاف ولكن بقى حي. جوج رجال كانوا كيجريو في غابه في البرتا في كندا، وخرج ليهم واحد الدب كحل وبدا كيتبعهم. بقاو مجموعين وملاصقين باش يبان الحجم ديالهم كبير، وكيهضروا مع الدب وكيقولوا ليه وقف وبلا ما تقرب. شي ناس في التعاليق قالوا الدب كان غير كيلعب، ولكن الحقيقه هي ان اغلب اللقاءات مع الدبابه الكحلين كانوا خطيرين، وهاد الدب غالبا كان كيجربهم باش يشوف واش يقدر يهجم ولا لا. لحسن الحظ الدب فقد الاهتمام ومشى بحالته، ولكن كون كانوا غير بوحدهم كانت تقدر توقع كارثه. هاد الفيديو هو واحد من اخطر الفيديوهات ديال الكوارث الطبيعيه، كيبين اعصار قوي من نوع EF4 وهو كيدمر حي كامل، الديور والطوموبيلات وكل شيء. في البدايه كان الحي كيبان زوين، ولكن في ثواني كل شيء تبدل. الراجل اللي كان كيصور مشى كيطمئن مرته ولا بنته، ومن بعد كيبان صوت الاعصار وهو كيضرب الدار، ومن بعد ما سالا خرج كيشوف الكارثه، دارهم تهرسات والديور ديال الجيران كاملين مدمرين، ما بقات حتى حاجه، كل شيء تخرب. الطبيعه هنا كتبين لنا انها قادره تدمر كل شيء في ثواني، وما كاين لا غنى لا قوه قدامها.